إنما بدنا نوقف عند هذه الآية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من هم أهل البيت؟ في ضوء السياق، وإحنا بنقول دائما التفكر والتدبر أولا في ضوء السياق. الآن السياق شو يقول السياق؟ من هم أهل البيت؟ نساء النبي. طيب ممتاز. شو رايك نروح على قصة إبراهيم لما امرأته صكت وجهها وقالت آلد وأنا عجوز إن هذا لشيء عجيب. قالوا لها الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إذن من أهل البيت؟ نساء الرجل. طب أقول لك تاني، وسار بأهله موسى قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، أي ثلاثة، وهذه الآية. طيب شو رايك في حديث الإفك؟ صلى الله على محمد وقف على المنبر يخطب وقال من عذيري في رجل يؤذيني في أهل بيتي. إذن من أهل البيت؟ نساء النبي. طلعونا مصطلح جديد، حتى الحسن شطبوه. أولاد الحسن ما لهم سيرة، أولاد الحسين. يا حسين قول طب يا حسن، ما في يا حسن، يا حسين، يا أبو عبد الله، أبو عبد الله، يا أبو عبد الله. قلنا له حسن مسكين، هو مات مسموما شهيد الآخر. والحسن ابن علي وابن فاطمة وابن بنت رسول الله نفس الشيء. ليش التمييز العنصري يعني؟ ليه الحسين كله ماخذ الأضواء والحسن مشطوب من حساباتكم ليه؟ إذا أهل البيت صارت نقاوة زي البندورة. أولاد الحسين بن علي راسهم ريشة، أولاد الحسن بن علي محرومون من كل شيء. الأئمة ال12 من أولاد الحسين. ما بصير. صارت أهل البيت تمييز عنصري. إذن إخواني هذا مصطلح جديد روجه الفرس على هواهم، لأن الحسين بن علي متزوج واحدة من الفرس. بنت كسرى جات إلى عمر، ما تعرفوا جميعكم يعني. فعمر إكراما للحسين قال له بنت كسرى تفضل، ما أعطاهاش لابنه، آثر بها مش ابنه، حتى يقولوا أعطاها لابنه، وبرضه عشان إكراما لها تكون في بيت شريف كريم. احنا بنقدر الناس يا ابويا. حتى في بيت الحسين بيت حسيب نسيب ما شاء الله، اقعد في بيت هذا الرجل. فهم قدروا الحسين بن علي لأنه متزوج واحدة من الفرس، فأعطوه هذه الامتيازات. يا حسين، وكل سنة بيلطموا عليه، بيلطموش على الحسن، طب يلطموا على علي. مو علي مات شهيدا والحسن مات شهيدا والحسين مات شهيدا. التركيز كله على الحسين لأنه متزوج بنت ملك كسرى. واضح إخواني؟ لا دين، المسألة عنصرية قومية فارسية، وريح راسك. إذا من أهل البيت؟ نساء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مصطلح القرآن. إذا حد عاوز يألف مصطلح جديد حر هو، بس مصطلح القرآن هذا هو. وقلت لك كيف خرجوها الحصة الماضية لما قالوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إرضاء لأصحابه جاملهم على حساب القرآن وعلى حساب الحق. النبي بيجامل على حساب القرآن. هذا ظن سوء لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لا يفقهون. إذا النبي جامل على حساب القرآن، أين الله؟ اللي قال شو قال؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وين أنتم من قوله تعالى وإنا له لحافظون؟ والراعي. إذا النبي غير محل الآية ومحل الشعار.
و1400 سنة ما حتكلم إلا شيخ مجنون من شيوخهم على منبر من منابرهم، يمكن بعضكم سمعوا الكلام اللي قلت لك إياه. قال هذه الآية مكانها مو هنا، مكان اللخ. طب وين اللخ؟ مخك البعيد أصلا ما في مخ عشان نقول له وين محلها كان. طيب هذه الآية وين؟